السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي تستافدوا منه بزاف. كما كيعرف الجميع نايض الرعب في المغرب وفي الجزائر وفي جميع الدول العربيه، وهذا الشيء على حسب ان امير رغيب خرج وقال بان كاين فيديوهات وتصاور وبزاف ديال الحوايج منشورين. ولكن في هذا الفيديو غادي نوضح لكم بزاف ديال الحوايج اللي بزاف ديال الناس ما عارفينهمش. كما قلت في الاول بان امير رغيب خرج ودار لهم واحد البلباله وقال لهم بان كاينين فيديوهات محطوطين تصاور ديال الجزائريين ديال المغاربه ديال العرب ديال جميع الدول، وبقى كيركز بزاف على سناب شات. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شنو هو الماركوتين واللي هو التسويق. يعني انا كنسوق لك واحد المنتج وبواحد الطريقه اللي زوينه بزاف، وانت كمتلقي انك غادي تقدر تشري داك المنتج. وداك الشيء اللي دار لكم امير رغيب انه بقى تيهضر في اللايف وتيدخن في الامور، وهذا الشيء باش انه يبين ان راسو راه ستار، يعني انه وصل دوك الملفات. غادي تجي عندي وغتقول لي انت تتبلابلي بزاف وامير رغيب راه معروف وكذا وكذا. اللي خصك تعرف يا اخي ولا اختي بان امير رغيب راه عنده واحد المكتب ديالو، ولا لاحظتوا في اللايفات ديالو ديما كيدير الدعايه لراسو وتيبقى يقول بان جاونا بزاف ديال الناس على حساب الابتزاز وحنا حلينا ليه من المشكل وكذا وكذا. اوكي، الامور بدات تتوضح لكم شويه بشويه. كاين واحد النوع اخر غادي يقول لك لا راه كاينين ملفات وحنا دخلنا ليهم ولقينا بزاف ديال الاسماء وبزاف ديال الحوايج لقيناهم، ولكن اخويا ولا اختي ملي دخلت في دوك الملفات راه ما غادي تلقاو لا فيديو ولا حتى حاجه. راه انا براسي الا بغيت ندير دوك الملفات راه اسهل حاجه انني نقدر نديرها هما هادو. راه غير نعيط لشي واحد من ولد الجيران نقول لها انت 50 درهم بقى تكتب لي هادي نادا هادي نوها هادي كذا، وبقى تعمر ليا في الملفات ودخل هنا وخرج هنا، صافي غادي يعمر ليا بزاف ديال الملفات، راه يقدر يوصل حتى 1000 ملف. يعني الخلاصه اللي بغيت نقول لكم بان امير رغيب يقدر يكون هو باغي يدير الاشهار للشركه ديالو، لانه هو ديما تيقول بان عندي واحد الشركه كنحلوا بها المشاكل الناس، كنلقاو للناس الحلول، كاين اللي عنده اختراق تنفكوا ليه الاختراق ديالو وكذا وكذا. واحد الحاجه اخرى خاصكم تعرفوها بان كاينين شي صور ديال شي بنات ولا شي ولاد كيدوروا غير في الفيسبوك ولا الانستا ولا اي حاجه ولا الدراري يبارطاجيو مع بعضياتهم. اغلب دوك الصور راه ما كاينينش من الملفات كاع نهائيا. ويقدر يكون واحد الحاجه اخرى عاوتاني، واحد النظريه اخرى طاحت لي على بالي، هو ان امير رغيب باغي يدير الاشهار لذاك التطبيق اللي فيه تيديروا فيه التصاور وتيديروا فيه الفيديوهات وكل شيء. دابا المشكل اللي فينا حنا واحد الشعب اي ريح جا غيدينا. فقيه الا سرقك وقال لك انا ما سرقتكش غادي تطيقوا، مع العلم انك تلقى فقيه ودير شي مصيبه اللي كبيره. يعني اللي بغيت نقول لكم بان الثقه راه ما كايناش، والحاجه الا ما شفتوها بعينيكم ما تطيقوهاش. راه امير رغيب راسو تيبقى يتعارك هو والسيمولاي شحال من مره، وهما بجوج راه عارفين بان هذا الشيء راه جاري في الماركوتين. يعني بجوج كيديروا الدعايه لراسهم وكل واحد كيحاول انه يتشهر بواحد الطريقه اللي في شكل. غدا امير رغيب عاوتاني غادي يبين راسو بانه بطل وغادي يقول لكم باننا حنا حذفنا فيديوهات حنا درناه حنا فعلنا. واللي زاد اكد لي بان امير رغيب راه شي حاجه ماشي هي هذيك ديك الهضره اللي قال. الا لاحظتوا قال بان كاين راجل ومرته وولادو عريانين، هذه راه ما بغاش تدخل لي الدماغ ديالي. مازال تقدر تقول لي راه راجل ومراه نقدر نقول لك ممكن، ولكن باش تقول لي حتى ولادهم راه ما يمكنش. راه ما يمكنش شي واحد يتعرى قدام ولادو ولا شي حاجه بحال هكا ولا يتصور مع ولادو عريان ولا شي حاجه. اي واحد بغيتو يبارطاجي هذا الفيديو ضروري باش بزاف ديال الناس يستافدوا. وبالنسبه للناس اللي بغات نيتفليكس او سبوتيفاي او شاهد وبغات تزيد لي زابوني في الانستا ولا التيك توك ولا الفيسبوك، وباغي تشري شي كونت يكون واجد ديال التيك توك ولا ديال الانستا، ولا باغي تشري شي كونت ديال فري فاير ولا بيس ولا اي لعبه، وباغي تشحن الالعاب، فمرحبا بكم. ما عليكم ولا تتصلوا لي في الواتساب اللي كيبان لكم دابا في الشاشه. بريف ستور حنا معروفين بالثقه والجوده. مرحبا بكم.